السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادي الفيديو التاني. امبارح عملنا فيديو واحنا بنسقي الكروم وشرحنا الورق اللي مكرمشه او بالصلاة حضرة النبي. النهارده الجمعة، انا كنا سايقين امبارح الخميس. الفيديو بتاع الخميس هينزل النهارده ان شاء الله، ماشي، والفيديو بتاع النهارده باذن الله ينزل بكره. احنا امبارح كنا بنتكلم على كرمشه الكرومب ومش عاجبني كله في الفيديو الاولاني. فهنا انا جبت جير تاني يوم. طبعا انا اتكلمت في الفيديو قلت ان شاء الله بعد ربنا ثم ان شاء الله انا هعالج الكرومب وهرجعه 100 تاني. عبال ما الكرومبايه تيجي تلف هيكون يبقى رجع لشكله الطبيعي. النهارده الجمعه اهوت والارض واحله. امبارح ساقينه وعبينه ميه ورميله الملح النترات بتاعه او اللوريا مخصوص. الصلاة على النبي. النهارده جبت جير خام صافي، جير خام من غير السوبر لوحده. جبت 8 شكاير جير ومعدل، عملت كل 5 خطوط بطول الارض شكاره، يعني خام برمي اهو. الصلاة على النبي. ادي الجير اهوت خام، وادي البضير اهوت، وادي الندى نازل اهو. بالصلاة على النبي اهو. الندى اهوت نازل على الكرومبايه اهوت، بيتل معايا الكرومبايه اهوت اهو. ليه بقى؟ اما يكون الكرومبايه ارضها واحله ونازل عليها ندى اهو، بالصلاه على النبي، يبقى احنا كده شغلنا مظبوط اهو. بالصلاه على حضره جمال النبي اهي. كل الكرومب هيبقى بالشكل دي كده. الكرومبايه لونها هيبقى ابيض من كتر الجير. دي هتساعد على فرد الورقه، وفي نفس الوقت لو في من او ناموس او دوده هينضفها. وبالصلاه على حضره النبي. ودي طبيعي عن الرش. انا بتعاملش برش خالص بتاع دوده او حشر. ليه؟ حتى الكرومبايه لما بتيجي تتسلق في الحله او ساعه الاكل، اولا عند السليق الكرومبايه بتبقى لها ريحه اللي واخده رش كتير. انا مش بقول كده قسما بجلاله الله عشان بحل حاجتي، لا، انا جربتها وفي ناس تجار خدت وعملت محشي من بتاعي وما شغلتهم الكرومبه على طول. فعلا قال لك كلامك صح. اما قلت لهم كده قال لك كلامك صح، وبيبقى له طعم الكرومب. ليه؟ انا يا اما برمي جير اهوت لحد ما الكرومبات تتقطع، ويا اما ارمي سوبر على جير برضه عفس كده اهو. بس انا برمي المره دي جير صافي. ليه؟ عشان خاطر الورقه فيها كرمشه مش عجباني بتاعت الكرومبايه اهو. بالصلاه حضره النبي اهو. يعني الورقه مكرمشه هي مش عجباني اهي. بالصلاه على النبي. دي بقى بامر الله بامر الله هنسيبه بكره وبعده ان شاء الله، وبعد يعني هنسيبه الاسبوع ده، وان شاء الله باذن الله يوم الخميس الجاي هصور برضو فيديو وهنشوف